بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله عندي وصفة سهلة تاع الصابلي، ان شاء الله تعجبكم خياتي. ونبداو. عندنا طرف زبدة كامل وعندنا كاس سكر كلاصي. الوصفة سهلة ما فيها والو، تجي شابة، تعتمديها كوصفة تاع صابلي، سهلة وبسيطة. عندي هنايا درت الزبدة كاملة، الباطة تاع الزبدة، ودرت كاس سكر كلاصي، ودرت نص كاس تاع زيت. درت طرف تاع زبدة كامل. هنايا انا استعملت صول وكل وحده تستعمل اش تبغات. درت طرف تاع زبدة كامل ودرت كاس سكر كلاصي ودرت نص كاس زيت ودرت زوج صفار وزوج بيضات كاملين. ما تقويش من البياض لخاطرش هو اللي يديرلك العجينه وتجيك مدلوكه وما تجيكش شابه. درت هنايا لافاني ودرت نص كاس مايزينا. تبقاي تخلطيها في العجينه تاعك بالباتور. لازم تخلطيها بالباتور، علاش العجينه كي تكون فيها الزيت لازم تخلط بالباتور باش تخلط لك الزيت مع الزبده وتجيك القوام تاعها شباب ويجيك الكاطو تاعك هشيش. هنايا درت باطا خماره كامله. هنايا انا ضعفت الكميه، ولا بغيتي تقسمي على زوج قسمي. هنايا بنتي راهي تصنع لنا في الورود اللي رانا حين نديكورو بهم الكاطو تاعنا. هو تعتمدي العجينه هذه والديكور يبقى اختياري، كل وحده ومقدورها، وكل وحده والافكار تاعها. هنايا انا استعملت هذا المول تاع السيليكون، ودرنا هذه عجينه السكر. انا شريتها هنايا، ما صنعتهاش، شريتها خاطش شتو الوقت في رمضان يكون قصير بزاف، خصوصا اليوم تاع الكاطو، اليوم تاع التعب، يبغي الواحد ينقص على روحو شويه. هي المهم عجينه السكر لازم ديرها في ساشي باش ما يضربهاش الهواء، يضربها الهواء تشقق وما تقدريش تخدمي بها. هنا ديري كويره غير صغيره كي شغل حبه تاع حمص، وتدخليها في هذا المول. شوفوا تخرج هايله. هاكم تشوفوا بنتي هنا راه توري لكم. دوك نديروا لها كلمسه غير شويه بغيون هكا باش تخرج الورده باينه. درنا غير من فوق هكا تخرج الورده باينه. شوف شحال خرجت شابه. والعجينه هنايا راكم تشوفوا خليتها طريه وتخليها تريح واحد 10 دقائق ولا. راكم تشوفوا لازم ما تكونش ترسك في اليد. وقطعه كميه كبيره بزاف، قطعت لي قريب 70 حبه. هنايا نخدم فيها. انا دائما نستعمل ساشي، ندير ساشي باه ما نظليش نزيد في الفرينه وتيبس لي العجينه. درت ساشي من الفوق والتحت ودرنا العجينه في الوسط هكا. وقطعي الصابلي تاعك ما يكونش رقيق بزاف يجي يتكسر لك شويه، ما هو له شويه. هنايا راني راني نمشي في العجينه تاعي بالحلال، وقسمتها انا على 3. هنايا كي تشوفي استعملت هذاك القلب وهذا الاوفال، وتبقاي تقطعي في العجينه تاعك. هنا نوري لك كي تبقاي كي تحطي الطابع تاعك، كي تحطي الطابع تاعك راني صايمه الصح. كي تحطي الطابع تاعك ما تردحيه، ما تزعزيش كي تولي تدخلي في العجينه شغل يروح لك الشكل تاعها باه يبقى لك الصابلي تاعك. هذاك هو. قطعي الحبه حطيها ورفدي. وهنا راكم تشوفوا العجين هذا اللي يتفاضل ما تدلكيش، غير ليمه كيما وريت لك ورجعي خدمي به. جا الشكل تاعهم شباب بزاف وما يتغيرش الشكل تاعو. خصوصا عجينه الصابلي لازم تخليها تريح 10 دقائق حتى لربع ساعه باه تولي تخدمي فيها. كنت تخدميها وانت غير كي رونتيها يتكمش لك الصابلي تاعك. هنا كي تشوفي راني غير بالعقل وكملت كاع الكميه تاعي وقطعت لي كميه قويه بزاف. هنايا راكم تشوفوا الطاب ما تغيرش الشكل تاعو، جا شباب. طيبيه حمر، ما تقولوش النار بزاف. هنايا انا صنعت كريمه الزبده، راهي في الفيديو اللي فات اللي بغات تشوف الوصفه. كريمه الزبده درت لها 125 زبده وزوج مغارف سكر كلاصي، وديري لها الكو. انا درت لها الكو تاع الكراميل. وهنايا درت في الوسط درت توفيه كراميل. هنايا الديكور يبقى اختياري، كل وحده ومقدورها، وكل وحده علاش قدرت. كيما زي هنا انا درت له غير لاصقته غير بالكوفيتير وحلت الترك. ماشي لازم الواحد يكلف روحو باه يفرح وليداتو. هنايا الشوكولا البيضة تاعنا درتها تذوب، تخليها تذوب عادي. ومن بعد كي تشوفيها ذابت تزيدي لها الزيت، زيدي لها مغرف زيت
ولا شتيها مازالت ثقيل على انت كتسيي الحبه تبان لك. الا شتيها مازالت ثقيله زيدي شويه زيت وتنشف لك وتجي هايله. هنا يا بنتي راهي تكلاصي في الشوكولا وانا كنت مع الفطور. ان شاء الله يعجبكم خياتي والفيديو، وما تنساونيش بجام كومونتير حلو كيما نتوما. هنايا كما تشوفوا تكلاصي فيها. هنا كان قريب الاذان، هي اللي ديكوراتها. ان شاء الله يعجبكم الديكور تاعي، ونوريكم الاشكال الاخرين اللي درتهم. درت 3 الاشكال انايا، ان شاء الله يعجبوكم. وما تنساونيش خياتي بليجام. ربي يحفظكم ان شاء الله. هنايا كم تشوفوا جاو هذاك الوردات شابين شابين، ومع الشوكولا البيضاء جاو هايلين. وقطعنا كميه كبيره بزاف، وجات العجينه تاعو جات طريه طريه. معتمدت انا دائما عجينه الصابلي، دائما ندير هذه العجينه. وهنا هذا صنعت شكل واحد اخر تاع هذوك القلوبه، ودرت له هنايا كوفيتير ونواه كوكو. هذه الفكره تاع الكوفيتير ونواه كوكو عندنا بزاف بزاف ملي كنا نستعملوها، ومن بعد رجعنا ليها دروك. هنايا تخلطي هذاك الكوفيتير ونواه كوكو. معليش يقعدوا، معليش ديك كوفيتير وحلوى الترك، سمحوا لي خياتي، كوفيتير وحلوى الترك. معليش يقعدوا شويه هكا من ديك الحلوى تاع الترك، والقوت تاعها يجي شباب في الكاطو تاعك. هنايا كتشوفي راني نكمل فيه. وهنا هذا درت له غير ديكور بسيط سهل وشباب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه خياتي. وهنا كملت الكاطو تاعي. شوفوا خرج شباب شباب بزاف، خرج هايل. والعجينه تاع الصابلي خرجت روعه. هناكم تشوفوا هنا درت ذوق الليمون وديكوريتي بهذيك الورده تاع السيليكون. وهنايا درت هذوك القلوبه درت لهم هذيك على الحواشي القطايف. وهذا هنايا اللي درت فيه وسطو كريمه الزبده وتوفيا كراميل. جا شباب شباب بزاف. داك نقسم لكم حبه وتشوفوها. جا هايل الكاطو تاعي، وقطع لي كميه كبيره بزاف. هنايا بنتي كالعاده بنتي تعاوني، هي اللي قسمت لكم. وشوفوا جا شباب بزاف. جات في وسطو هذيك التوفيا كراميل، جات روعه. ان شاء الله يعجبكم خياتي وتعجبكم الوصفه. ونقول لكم ما تنسونيش خياتي بليجام. ومع السلامه وصحه رمضانكم. ربي يحفظكم خياتي. مع السلامه.